براندات السوشيال ميديا كترت قوي صح، بس هل فعلا البراندات دي كلها بتكسب؟ في عصر التطور التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه، بقت شركات كبيره قوي زي مرسيدس او ابل او حتى امازون بتستخدم التسويق الالكتروني وبتقدر انها تحقق منه ارباح كبيره جدا. وده اللي خلى الشركات اللي لسه بتطلع تركز على التسويق الالكتروني هي كمان. وده علشان ان التسويق الالكتروني فيه مميزات ممكن ما تكونش موجوده في التسويق التقليدي بتاعنا، ومن ضمن المميزات دي انك انت بقيت بتقدر توصل للعميل اسرع وتتواصل معاه اسهل. ده غير انك كمان تقدر تستهدف الفئه اللي انت عايزها، سواء شباب او بنات او حتى اطفال. كل ده بيحصل بتكلفه اقل بكتير من التسويق العادي، وطبعا بيكون بشكل اسرع ونتائج اكبر وارباح اكتر. علشان كده كل الشركات الكبيره او حتى الشركات اللي لسه بادئه بتلجا للتسويق الالكتروني علشان تزود مبيعاتها وارباحها. فلو انت كمان عندك مشروع ومش عارف تبدا تسوق له الكترونيا منين، اكتب لنا كلمه مشروع في الكومنتات واحنا هنتواصل معاك. وافتكر ان في عصر التطور التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه، تسويق الالكتروني من اهم المهارات اللي لازم تتعلم. انا امير اشرف، سلام.